خليني برضي اخد بعض اللقطات من الدورة الرمضانية اللي اقيمت في الاسيوطي سبورت باسم المرحوم سلامة خضير. ويمكن احنا انفردنا سواء بحفل التأبين او الوقفة العاطفية للاعبي الفريق الاول بالاسيوطي عقب الصعود وتوجههم للمقابر، ويبدو ان الراجل ده فعلا في قلبهم بجد، لان حتى في رمضان ما نسيوش انه يقدموا له لمسة وفاء ولمسة حب على شرف حضور كوكبة من نجوم المجتمع وكرة القدم. تقدمهم طبعا محمود الأسيوطي رئيس مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت، يمكن اللي جاء خصيصا لحضور هذه النهائيات على شرف حضور. ويمكن احنا شايفين الأهداف يعني بتتوالى في المباراة النهائية. شرفت بحضورها طبعا، وكان موجود الدكتورة سحر الهواري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم زي ما انتم شايفين، والكابتن الكبير صديقنا العزيز الكابتن منجا أو مجدي الشيخ أحد علامات كرة القدم في الصعيد وعضو لجنة المسابقات للاتحاد المصري لكرة القدم القسم الثاني، وابن قنا المحترم كابتن وائل حبيب المشرف العام على الكورة، الأستاذ أحمد فتحي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت، ايضا طبعا الفريق اللي فاز قدامكم ايضا الدكتوره سحر الهواري و... والاستاذ احمد سعد المشرف العام على الكره بتليفونات بني سويف، ومجموعه من الحضور من نادي تليفونات بني سويف ونادي الواسطه، وعائلات كبيره كانت موجوده. يمكن شايفين لقطات توزيع الجوائز، حاجه تفرح. وزي ما عودنا دايما محمود الاسيوطي لا ينظم الا كل ما هو محترم وراقي، لانه معاه رجال قمه في الاخلاص والعطاء يتقدمهم صديقنا العزيز وائل حبيب. فعلا منظومه لازم يفتخر بيها مصر. وده يمكن قال لي يعني واحنا بنتكلم معالي الوزير عن تجربه الاسيوطي كنادي خاص صعد بعد 5 سنين للدوري الممتاز. الوزير مهتم جدا لان هذا الرجل محمود الاسيوطي اللي انتم شايفينه يصنع هذا الكيان في صعيد مصر، وعلى بعد ساعه من القاهره بني سويف حاجه رائعه. وده كاس البطوله طبعا وائل حبيب واحمد الحناوي وفرقه وائل حبيب فازت طبعا، ولكن الحضور كان اهم من الكؤوس، وكان هناك ميداليات تذكاريه وكان كرنفال وحاجه راقيه. طبعا منساك الاستاذ خالد كامل رئيس لجنه المسابقات كان حاضر، ورئيس تحرير الكره والملاعب، ايضا الزميل احمد الشامي الصحفي بالاهرام، مجموعه كبيره من الصحفيين. ارجو انه الناس يعني تعذرني. زميلنا الكبير العزيز الاعلامي سامح الفيومي المشرف على المجموعه الثانيه كان موجود، كابتننا الكبير وصديقنا العزيز الكابتن رضا مصطفى، هناء فتحي، هشام زميلتنا المراسله المحترمه، الزميل هشام الصعيدي زميلنا المراسل المحترم. كل المجموعه كانت موجوده، حاجه كانت تفتح النفس وحاجه راقيه للغايه، وكانت سهره رائعه نشكر عليها كل القائمين على الاسيوطي سبورت.